يعني ايه بالك ديل؟ طيب البالك ديل ده ببساطه شديده ان انا بشتري جمله. انا النهارده بدخل اشتري مثلا 10 3 4 شقق، وحدات يعني 10 شقق، 5 شقق، مم. نص دور او كذا في مستثمر مول في معين. بعضيهم ما داخلين هو ما هي يشتروا. ما هي هو ده ممكن البورتفوليو بالظبط. ممكن بالظبط. تكون هي دي عيله، ممكن يكون شخص، ممكن يكون محفظة. محفظه. محفظه دي مش شرط ان هي الناس تفهمها ان هي كصندوق استثماري او لا حاجه لا ضخمه. لا لا هي في الاخر احنا يعني ده جزء من اللي احنا بنقدمه، ممكن من الحاجات اللي عندنا ادد فاليو فيها عاليه، وبناء على دراستنا للسوق والتفاصيل بتاعته وتفاصيل المشاريع واحنا بنشتري معاهم، لان احنا بنبيع. بنعمل ايه بقى؟ احنا النهارده المشروع دوت شايفين فيه مقومات قبل ما يبتدي، لان احنا عندنا النولج بتاع السوق، في طرح الشهر الجاي، في مشروع هينزل الفتره الجايه، الشركه الفلانيه، عندنا الخبره بتاع اللي تدينا وتقول لنا المشروع ده هيبقى كويس من المعطيات بتاعته، اللوكيشن، سابقه الاعمال، التفاصيل الكتير دي. فاحنا عايزين نكسب احنا كمان، لان ده جزء من مكسبنا في العقار. فبندخل عندنا حد مثلا زي مستر باسم، زي مستر فلان فلان فلان، بيثقوا فينا وفي قدراتنا وفي اختياراتنا. بندخل طيب انا النهارده متوفر معايا مبلغ كذا، او عايز هشتري واحده، هشتري 2. بندخل هنا نتكلم باسم المجموعه ده من خلالنا. احنا ممكن يكون نصيبنا مثلا 3 4 وحدات، او 3 4 شقق، وبقيه ال10 يونت او بقيه المساحه الثانيه دي بتاعه الناس اللي بتستثمر. انا شاري معاك، وده بيطمنك اكتر ان انا النهارده الاختيار دوت انا مقتنع جزء بيه. فيه. انا مقتنع بيه، وانا مش هخسر نفسي. ما انا مش داخل اخسر نفسي. بروح للمطور اقول له دلوقتي والله انا عايز عدد المساحات دي كذا، وغالبا بروح له مثلا في اللونش او قبل اللونش تسكيني. طبعا هو النهارده عاوز يبيع العدد الاكبر، هتلاقيه يقول لك دايما ايه، تسكين البالك دي للاول في اي لونش. ليه؟ لان هو النهارده هو بيشتري مساحه اكبر. ببدا اتفاوض معاه